عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سيتم التطرق لكيفية صناعة غاز الميثان في المنزل، وهو غاز بديل للطهو المنزلي بدل الغاز المتعارف عليه. المكونات الأساسية: النشا، حمض الخليك، مادة الكلس، ماء، وقطعة برتقال داخله برتقال عادي. وضعنا البرتقال بين الماء لمدة 3 دقائق. اسطوانة لوضع الغاز أو صناعة الغاز الداخلي. سيتم الآن عمل عازل لعدم تسرب الغاز، وتوصيل الماسورة الخاصة بخروج الغاز. الآن تعتبر جاهزة، ومن ثم نقوم بوضع ملعقة من الأحماض الخليك والنشا ومادة الكلس بداخل الأسطوانة كما تلاحظون. البرتقال تم وضعها بين الماء للتخمير، قشرة برتقال، وهي تعتبر من المخلفات للبرتقال، والماء. سنصب الماء بداخل الأسطوانة، ومن ثم نقوم بإغلاق الأسطوانة. هذه الأسطوانة عبارة عن سعة 12 لتر من الماء. ومن ثم سنلاحظ الآن تم توليد الغاز. الآن عبارة عن، وهذه قوة الغاز، ويعتمد قوة الغاز على حسب الكمية. وهذا عبارة عن 12 لتر إلى 13 لتر الأسطوانة توسع. وهذا يمكن صناعة استخدام غاز الميثان في توليد المولدات وغيرها، أو استخدامه في